شيبوب! سيدي! سيدي، أنشدني من شعر عنترة. شعري عنترة؟ وهل كنت تظن أني لا أعلم؟ لا لا لا، لا يفوتك شيء يا سيدي. أسمعني إذن. لا، أنا لا أحفظ من الشعر إلا النزر اليسير. أدعو لك عنترة ينشدك الشعر بنفسه؟ لا. هل نظم عنترة غزلا بإحداهن؟ قد سألتك فأجب. أن لي أن أعلم يا سيدي. شيبوب! شيبوب، لن أذيه يا شيبوب. قل. لن أقضي يومي كله هنا يا شيبوب. أحفظ بعض الأبيات. إيه يا دار عبلة بالجواء تكلمي. يا دار من؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. عبلة؟ هل يقصد عبلة ابنة أخي؟ ها أنت تحفظ من شعره. بل بعضه فقط يا سيدي. لا بأس، أنشدني ما تحفظ. ما بك؟ ما زلت صامتا مذ دخلت. لا تشغلي بالك. بما أنشغل إن لم يكن بهموم زوجي؟ لست مهموما. كدت أنسى. أتى أخوك مالك منذ قليل، قال أنه يريد أن تخرج معه إلى الصيد. هل قال إنه سينتظرني؟ أوصاني أن أخبرك بأنه عرج علينا ثم مضى. سأذهب لأراه إذن. هل ستخرج؟ إن رمت الحق فليست برغبة. لا تذهب إذا. سأنظر في الأمر. مالك يا أبا عمرو. أهلا شداد. هل خرج مالك للصيد؟ بل ذهب إلى الملك زهير مع صحبه ليستأذنوه في اصطحاب الأمير الشائس. إذا عاد فأخبريه أني في دار. أفعل. هل ثمة أمر آخر؟ كنت أود ما الذي توده؟ أن أحدث عبلة قليلا. هل الأمر صلة بعبدك عنترة؟ أو تعلم؟ لا يستطيع الآباء النفوذ إلى نفوس بناتهم كما تفعل الأمهات. إن هي إلا وأرسل عبلة لتعين سمية. قل لي، هل أعجبه شعري؟ لم يقل شيئا. شيبوب، شيبوب، لطالما عرفت ما في قلوب الناس دون أن يقولوا شيئا، ولكنك لا تريد أن تخبرني. بل أظنه مذهولا لما أنشدته. حقا؟ أهلا عبلة، تفضلي. عسى أن تكوني بخير يا عمة. أخبرتني أمي أنك تحتاجين العون في بعض الأعمال. أحتاج العون؟ من أخبرها بذلك؟ ظننتك أنت من أرسلت في طلبي. بل أنا من فعل يا عبلة. هل سمعت شعر عنترة فيك يا عبلة؟ عبلة،
هل سمعت ما قلت؟ سمعت بعضها. وهل أعجبك؟ سيبقى هذا بيني وبينك يا عبلة. أعدك أن أحدا لن يعلم ما قلت. إن رمت الحق يا عماه فقد أعجبني. هذا كل ما أردت أن أعرفه يا عبلة. لماذا يا عماه؟ أعني لما تسأل؟ حين علمت أن عنترة ينظم الشعر كدت أمنعه من أن ينشده على العلن تجنبا للعار، ولكني حين سمعت شعره وجدت نفسي لا أقدر على حجب شعر كهذا عن الناس. لذا نويت أن أعرف ما تظنين في شعره لأنك مذكورة فيه، فإن كرهت منعت عنترة من قول الشعر. اكتمي عني يا ابنة أخي.